سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم المستحضرات اللي كنستعملها للعنايه بالبشره ديالي. دائما كتسولوني في التعليقات شنو كتستعملي يعني كمستحضرات للعنايه بالبشره ديالكم. مؤخرا شحال هادي ما شاركت معكم، فاليوم ان شاء الله غنشترك معكم. نستعمل المستحضرات اللي بسيطه في التركيبه ديالها، يعني مكونات خفيفه جدا وامنه على البشره، وفي نفس الوقت الاثمنه ديالها بسيطه جدا جدا، يعني مستحضرات متواجده وفي يعني كنظن بانها في متناول الجميع، لان الثمن ديالها يعتبر بسيط جدا. فاول حاجه طبعا في اي روتين ديال العنايه بالبشره هو تنظيف البشره. كنستعمل هاد المنظفين حاليا، يا اما هذا ديال سيغافيل اللي نتوما كتعرفوه من زمان وانا دائما كنستعملو، ولا كنستعمل معاه هذا ديال هاد لاموس هذه ديال نيفيا. كنستعملو بالموازاه. الا حسيت بان بشرتي ناشفه بزاف كنغسلها فقط بهذا، يعني كنستعمل هذا في الليل، في الصباح وبالليل. الا حسيت بان البشره ديالي يعني شويه بغيت شي حاجه اللي تنظفها مزيان مزيان من الداخل، كنستعمل هاد لاموس هادي. هاد لاموس هادي كتنظف ليا البشره من الداخل، وفي نفس الوقت كتحافظ ليا على داك الحاجز ديال البشره ديالي، يعني ماشي شي حاجه اللي قاصحه بزاف على البشره. كتنظف على فكره، يعني صراحه لجميع انواع البشره حتى البشره الحساسه. الا حسيت بان البشره ديالي شويه مايله للجفاف، يعني شويه ما كان فاش نغسلها ما كنبغيهاش تكون باينه ليا بانها ناشفه، فكنغسلها بعدا. خصوصا في ايام رمضان كنت كنحس بان هذا كنت يوافقني بزاف. كنت غالبا قليل ما كنستعمل هذا، مثلا كنستعملو غالبا غير في الصباح اللي كنكون كنستعملو. فهاد جوج هما اللي كنستعمل. المكونات ديالهم مزيان. هذا خلاص راه هضرت لكم عليه مرات ومرات ومرات. هذا حتى هو مزيان. الثمن ديالهم بجوجهم اقل من 60 درهم، يعني الثمن ديالهم يعني الثمن ديالهم مناسب. متواجدين هذه غتلقاوها في لي سوبر لي كروند سيرفاس، يعني لي سوبر مارشي. نوري المكياج عند كلشي بارتو كاين. هذه راه معروفه، هاد لاموس ديال نيفيا راه حتى هي سنوات وسنوات وهي كاينه. هادشي اللي كنستعمل لتنظيف البشره خلال النهار، يعني كواقي شمسي. باقي كنستعمل هذا الواقي ديال استين، حتى هو درت لكم عليه فيديو مفصل، هضرت لكم عليه مزيان مزيان. صراحه قريب يسالي، يعني غادي ان شاء الله غير الى سالي غناخذ ايكرون واحد اخر، لان هذا الثاني ما يمكنش يعني انني نتبع ايكرون ثلاثه المرات، يعني باش نشري ثلاثه المرات متتاليه ما غاديش يبقى يقدر ليا مزيان في البشره ديالي. بارك الله. دابا راه تقريبا هذا الثاني يعني تقريبا شي 5 شهور جلسوا ليا بجوج، يعني ليكرون الاول والثاني جلسوا ليا شهرين ونص تقريبا كيجلس ليا ليكرون. اما في الصيف راه خلاص راه تقريبا قل من شهرين كيجلس ليا ليكرون، لانني كنحتاج نعاودو كل مره كل مره. فهذا هو اللي كنستعمل باقي بالنهار. نجيو لليل، الروتين ديال الليل اللي كنستعمل فيه هاد الثلاثه هادو. طبعا مرطب الشفاه هذا راه ديما تيكون في الليل، كيكون في النهار، كيكون في اي وقيته. كنستعمل هاد الجوج هادو هما السر هما السر ديالي. هاد الكريم هذا ديال بيبانتين، هذا الكريم مرطب ديال بيبانتين. وكنستعمل هذه ديال البيافين اللي نتوما ماشي بيافين، اعوذ بالله باش تراجم راه صايمه كنستعمل ديفيرين كنستعمل ديفيرين، هي اللي كنستعملها حتى هي هضرت لكم عليها. كاين فيديوهات كثيره جدا على ديفيرين. شحال هضرت لكم عليها، شحال هضرت لكم طريقه الاستعمال، دواعي وموانع الاستعمال وفي الارشادات وكل شيء والاحتياطات وكل شيء هضرت لكم عليها حتى هي. الفيديوهات ديال ديفيرين راه عندي في القناه، وبارك الله عليهم مشاهدات كثيره بزاف بزاف. اللي كنستعمل معاه هو هذا السونسي كالم هذا ديال بيبانتين. هذا بيبانتين هذا راه معروفين، هاد الكريمات خصوصا هذا الزرق هذه اللي كتكون فيها هاد الشرطه الزرقاء، راه مرطب فعال على مستوى العالم، من افضل المرطبات اللي كاينين. كريم غزال بزاف، المكونات ديالو زوينين بزاف. علاش انا اختاريت هذا السونسي كالم هذا؟ اختاريته لانه مع ديفيرين نتوما عارفين، لانها فيها الديفيرين راه تعتبر يعني بديل ديال الريتينول، بحال كتستعملي الريتينول. فهي شويه كتنشف البشره. وانا من الناس اللي البشره ديالي ماشي دهنيه، البشره ديالي عاديه، تميل يعني كتميل الى المختلطه في فصل الصيف وفي فصل يعني الخريف، فصل الشتاء تميل الى الجفاف. يعني البشره ديالي هذه هي المشكله ديالي مع شويه شاده من هنا شاده من هنا، ولكن ماشي يعني ماشي دهنيه. داكشي علاش يعني الاستعمال ديال الديفيرين دائما خاصني مع مرطب وضروري ومؤكد، ودائما تنقولها لكم. فحسيت بانه خصوصا في شهر رمضان فاش كنستعملها كنحس بانه البشره ديالي بدات كتنشف، خصوصا في هذه المناطق اللي هنا وفي هذه المناطق اللي هذه البلاصه هنا وهذه البلاصه هنا كتكون فيهم غالبا الجلده كتكون فيهم رقيقه. حسيت بانها يعني شي شويه كتنشف ليا البشره ديالي. داكشي علاش بديت كنستعمل معاه هذا غزال بزاف البنات. هذا فيه الفيتامين بي، يعني هذا اصلا البيبانتين لي برودوي ديالهم كلهم فيهم لا فيتامين بي 5، يعني بالقاعده ديالهم او مكون اساسي. المكونات ديالهم زوين بزاف بزاف. وفيهم السيراميد البنات هو نفس الشيء، نفس المكون اللي كيخليني كنستعمل هذا ديال سيغافي، المنتجات ديال سيغافي، لان فيهم السيراميد راه بحال الكولاجين، بحال لاسيد هيالورونيك، حتى هو واحد المكون اللي عندنا في البشره ديالنا، وفي نفس عندنا في الطبقات الخارجيه ديال البشره. ونفس الشيء حتى هو كنفقدوه مع التقدم في العمر،
يعني الاشياء اللي كتعرض ليها البشره ديالنا، يعني الاشياء الخارجيه، الشمس، الغبره، لي برودوي شيميك اللي كنستعملو، المهم بزاف الاضاءه، بزاف ديال الحوايج كيكون غادي وكيتنقص في البشره، فهو فيه هذا مرطب غزال بزاف، كيكالمي لك البشره ديالك الا البشره وقعت ليها داك الجفاف، يعني ديك الحكه اللي كتجي مورا الجفاف، الكزيمه، ديك الحموريه، الالتهاب، غزال بزاف الحكه، وما كتبينها فيه اصلا، يعني في 30 دقيقه يعني كتمشي الحكه نهائيا، ما كتبقايش تحسي بها نهائيا. مثلا الحكه اللي كتجيك من تهيج ولا من هذا، انا حسيت كانت جاتني هنايا، بدات كتنشف لي هذه المنطقه هذه، كتنشف وبدات كتجيني فيها الحكه، مجرد ما كديريه من بعد نص ساعه كتمشي الحكه، ما كتبقايش مازال تشوفيها نهائيا. صراحه كريم زوين بزاف بزاف، المكونات ديالو زوينه وامنه، يستعمل السيدات الحوامل، يستعمل بسم الله عليك، يستعمل المرضعات، كيتستعمل الوليدات الرضع، لكل شيء، يعني لانه فعلا كما قلت لكم كريم امن بزاف. ما فيش اهم حاجه ما فيش الكورتيزون، لان اغلب الكريمات اللي كيعالجوا الالتهابات وكيعالجوا هادشي كامل تيكون الالتهابات والاحمرار ودوك العريقات وداك الشيء اللي كيخرج، الاغلبيه ديالهم كيكون فيهم الكورتيزون. هذا ما فيش لا كورتيزون لا بارافين لا بارابين لا عطور، دوك المواد الحافظه كلها اللي ممكن كتهيج البشره، غزال بزاف بزاف. كما قلت لكم صالح لجميع الاعمار، من الاطفال الرضع، الحوامل، المرضعات، كلشي كيصلح لهم. صراحه زوين بزاف. غادي ندير معكم الروتين ديالي، شي مرات كنصبقوه هو الاول، عاد كندير هاد، عاد كندير ديفيغين، شي مرات كندير ديفيغين وديفيغين البنات. هانتوما شوف هاد الكميه انا تكون باينه لكم كافيه للوجه كامل. هانتوما ندير شويه هنا، طبعا الوجه ديالي راه غسلته، بدا حسيت بديت كنحس بان الوجه ديالي بدات يعرق، بقى الوجه بدا كيسخن الحال. هانتوما شوفوا هاد البلاصه هادي اللي درت فيها هاد الكميه اللي في الجبهه ديالي، راه بقات ليا مازال، طبعا ما تقربوش للجهه ديالي، هنايا بقات ليا، وغندير لهنا هاد المكان هادو، الاماكن اللي كيبداو يعني دابا مع كيسخن الحال. وباقي راه الكميه اللي درت في الجبهه ديالي باقي كثيره، هي باقي عندي هنايا. عطاتني واحد جوج الناموسه، عطاتني جوج قرصات، قرصه الناموسه في هذا المكان هذا، شكو الله كيضرني بزاف بزاف، ما قادة ندير عليه حتى شي حاجه، قادة ندير حتى شي حاجه تحت عينيا، خايفه لا نقيس ديك البلاصه مكثرش ما كضرني. وكندير مباشره كنخليها تقريبا كتمتصها البشره ديالي، يعني الديفيغين واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق، عاد كندير فوق منها الكريم. انا دابا غندير معكم مباشره، مي دائما كل كريم خليوه البشره ديالكم تمتصوا شويه، ديروا كما كتشوفوا، شوفوا لا تيكستور ديالو كيفاش دايره كريميه، والبشره دغيا كتمتصها. واحد وحده انا الكريم مرطب مابقيتش كنديرو في النيف نهائيا، لان النيف ما محتاجش، البلاصه اللي ما محتاجاش للترطيب اصلا فيها الافراز ديال الزيوت زايد، يعني نورمالمون هاد لا زونتي كلها، ولكن كثرش النيف يعني مابقيتش كندير. خصوصا سمعت واحد الدكتور ديال الامراض الجلديه اكد هاد المعلومه هادي، ان النيف اكثر منطقه ما محتاجاش انك ديري لها ترطيب، لان ما شاء الله الزيوت خصوصا في هاد الوقيته هادي الزيوت غير منتشرين. على فكره تقدروا تعملوا حتى تحت العينين، لانه كتستعمل لجميع المناطق الحساسه، اي منطقه ممكن تستعملي ليها. فكنشدو حتى شي شويه وتنقربوا، كدرني هاد البلاصه هادي اللي قرصوني فيها الناموسات. نتوما شوفوا هاد البلاصه كلها زرقاء هنايا، نديرو تحت العينين. صراحه زوين بزاف بزاف، من افضل الروتينات الليليه. الثمن ديالهم بجوجهم، يعني بجوجهم قل 70 درهم، هذه قل 70 درهم قيله ولا ب 70 درهم، هذه حتى هي كنظن بانها قل من 70 درهم. الثمن ديالهم شي 69 درهم شي حاجه بحال هكا، ولا 68 درهم في الصيدليه. هذا يمكن 70 درهم ولا حتى هو بحال هكاك، ولا 71 درهم. المهم في هذا الثمن، يعني في الحدود ديال 70 درهم، هذا هو الثمن ديالهم. صراحه زوينين بزاف بزاف. هذا الكريم هذا كيرطب بشكل زوين بزاف. الناس اللي البشره ديالهم كتلتهب لهم، كتحمر، كتكون عندكم الحكه، كنصحكم به بشكل كبير بزاف. وكندير المرطب ديال الشفاه، هذا ديال الجويته، هو راه 97% من المكونات ديالو طبيعيه. صراحه هادشي هما اللي كنستعملهم. كنحس بان كنوض الصباح كنحس البشره ديالي مزيانه، ما بقيتش كنحس داك الوقت اللي تيكون في البشره ديالي ما بقاش كتجبد. كنحس بان حتى الشمس ما بقيش بزاف، الشمس
يعني الا فاش كنكونوا كنديروا شي حاجه مقشره بحال مثلا ديفيغين، ولا كنديروا ريتينول، ولا كنديروا شي حاجه مفتحه، ولا كديري شي حاجه اونتي طاج، دائما البشره ديالك كتكون معرضه اكثر انها دغيا تشد فيها الشمس. كنحس بان بحال هذا لان هذا كيحمي لك ديك لا باغيير ديال البشره، يعني داك الحاجز الوقائي اللي كيكون ما بين البشره ديالك وما بين اي عوامل خارجيه، كيعمل على تجديد هذاك الحاجز وعلى تقويه داك الحاجز. يعني اللي كيكون البشره ديالك كتحسي بان الجلده مع الاستعمال كتحسي بان الجلده بدات شي شويه كتغلط. زوين بزاف بزاف هاد الكريم هذا ديال بيبانتين للبنات، فعلا مرطب رائع بزاف، خصوصا هذا اللي تنهضر لكم عليها انا، هذا البنات ديال سونسيكالم، هذا راه سونسيكالم ولا سونسيدير بحال يعني تقريبا نفس الخدمه ديالهم. زوين بزاف. فيه هذا فيه 20 غرام، فيه 20 غرام هذا يعني، ولكن راه تيبقى معكم، راه كتبقاو ديروا ما تيبانش كاع حتى كيخوى، كيبقى يبان لكم دائما عامر بحال ما هكا. زوين بزاف. هذا هو الروتين الليلي ديالي. هادو هما الاشياء بسيطه من حيث المكونات خفيفه، ومن حيث حتى الثمن ديالهم بسيط جدا جدا. نتمنى ان الناس اللي سولوني على هاد المنتجات انهم يشوفوا هذا الفيديو هذا. شكرا لكم، باي باي.